قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ما بين مصراعيه كمثل ما بين المشرق والمغرب. شفت باب التوبة قد ايه؟ ارجع، عود إلى الله. افتكر كم مرة عصيته، وكم مرة أذنبت، وكم مرة أخطأت، وكم مرة سترك وما فضحكش قدام الناس، ولا زال يرزقك ويسترك ويرحمك، ولا زال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وما زال يقول كما قال رسول الله حاكيا عن رب العزة في الحديث الذي رواه الترمذي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني رجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. انظر إلى قوة الله سبحان الملك، انظر إلى رحمة الله، انظر إلى ذنوبنا، واستمع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه. اسمع الآية دي قدامنا 5 دقائق بالضبط. عندما يقول في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. هيعمل ايه لما يعذبك؟ ربنا مش عايز يعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحان الملك. يا عبادي يا عبادي يا عبادي، استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث أبي ذر الغفاري: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، فإن تركها لهيبته كتبت له، فإن هم بمعصية وتركها لهيبته كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة. شوف الحسنات عمال يديها لك قد ايه، وشوف سيئة واحدة. ومع ذلك بعد كل ده في جانب الحسنات يقول الله: يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. وفي السيئات: ويعفو عن كثير. بعد كل ده في ناس تخش النار. سبحان الملك. طب اللي هيخش النار يوم القيامة، استمع، يوم القيامة سبحان الملك يشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع العلماء في من علموهم، ويشفع سبحان الملك. كل من يشفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. فيما رواه البخاري يقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم تبق إلا شفاعتي أنا. من هو؟ الله، وأنا أرحم الراحمين. سبحان الملك. فيخرج الله من النار بشفاعته بعد شفاعة الملائكة والنبيين وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين خلقا كثيرا يخرجهم من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يخرج من النار مثلي أهل الجنة، قد أهل الجنة مرتين برحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا ملائكتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير. يا ملائكتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. يا ملائكتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. يا ملائكتي أخرجوا من النار من خافني في مقام. يا ملائكتي أخرجوا من النار من بكت عينه من أجلي ولو دمعة مثل رأس الذبابة. هل هذا إله يعصى؟ هل هذا إله يعصى؟ لا يا أخوانا، لابد إنك تقف مع نفسك وقفة